السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سفرة جزائرية. كما راكم تشوفوا اليوم وصفة الخبز اللي جبتها لكم بزاف بنينة رائعة، يجي خفيف مهوي ومفشفش. الله الله، يصلح باش ديروه ساندويتش، تشربوا به قهوة حليب اونديغي بريوش. كما راكم تشوفوا تقدروا ديروه فيه حشو تاع الجبن، كما تقدروا ديروه خبز عادي. الوصفة سهلة وبسيطة ما فيها والو. اول حاجه حكمت هذا الكاس يرفد 250 مليلتر، تقدروا تحكموا كاس اللي قل منه في السعه، ودرت لهنايا 3 كيسان. كما راكم تشوفوا درت هنا حفره في الوسط باش نضيف فيها بياض البيض، الصفر خليته باش ندهن به الوجه، 2 ملاعق تاع الخل، نصف ملعقه خميره تاع العجين، وهنا 4 ملعقه سكر، وهنا نص كاس تاع الحليب. اذا عندكم اللحظه تقدروا تعوضوها بمغرف لحظه. خلطت كلش، وهنايا راني ضفت 4 ملعقه تاع الملح. الملح لازم ديروه دائما بعيد على الخميره. وهنايا جبت كاس الا ربع تاع الماء. هنا العجين كامل دالي كاس تاع الماء، انا هنا في الاول درت كاس الا ربع وبديت نلم فيه. وهنا راح نكمل الربع. هكذا وراني ندخل في هذاك الماء هكا بهذه الطريقه بصبعتيكم يكون احسن باش تمتم يشرب هذاك العجين الماء. ونبدا نخبط فيه كما راكم تشوفوا، يا ربي حوالي 3 دقائق 4 دقائق وانتم تخبطوا فيه، ماشي حاجه. كما راكم تشوفوا العجينه تتلاصق في يدي، ولازم تكون هكا مطلوقه، ما تخافوش منها عادي. في الاخير هي راح تتحكم شويه، ما تلقاوش بزاف صعوبه، يعني عادي. المهم الخبز تاعكم كي يكون هكا راح يجيكم خفيف ومهوي غير راكم تاكلوا في البريوش. وهنا ضفنا الماده الدسمه 4 ملاعق كبار تاع الزيت. اذا كانت عندكم المارغرين ديروا ملعقه مارغرين مع 2 مغارف تاع زيت. هكذا وندخل مليح هذيك الماده الدسمه، نخبطوا شويه ونخليه يتخمر. الفوليوم تاعو لهنا تاع التخمار لازم يكون يعني يخمر لكم كما نحنا تخمير كلي. فوالا تخمير كلي حوالي نص ساعه. كما دوكا هنا رانا في الصيف، 20 دقيقه نص ساعه تكون كافيه. بعد ما خمرنا العجين هنا كما شفتوا ما طيحتلوش الخمر تاعو كامل، يعني شويه فقط. ودهنت يديا بالزيت وبديت نقطع لنا هنايا قطع ولا ديبول. كما راكم تشوفون نشكلها ديبول. كما تقدروا لهنايا ديروا العجين تاعكم 2 خبزات طيبوهم في الكوشه عادي، ولا تحطوها في سنيوه وطاليها بيديكم وتدهنوا الوجه عادي جدا، تخلوه يزيد يخمر شويه وتحطوه في الكوشه. هكذا نكمل العجين تاعي كاع نديروا خبيزات. كما راكم تشوفوا تقدروا حتى تفتحوهم كما قلت لكم، ديروهم ساندويتشات ولا دي زامبرغر. خبز رائع يعني يصلح لكلش، غير جربوه. بالنسبه للمبتدئات ما تخافوش من العجين، كي ديروا غير شويه زيت في يديكم وبداو تشكلوه في لي بول عادي جدا. هنا كنت درت صفار البيض مع شويه قهوه وشويه زيت باش يجي لامع الخبز من الفوق، ودرت شويه سانوج وجلجلان. هنا ديروا الخبز تاعكم من الفوق كما تحبوا ديروا هذه الطريقه ولا عادي. هكذا ندي الخبز تاعي كامل بعد ما دهنته بصفر البيض، نديه يتخمر مره واحده اخرى حوالي ربع ساعه. خلوه يتخمر لكم مليح. لهنا السر نتاع الخبز باش يجيكم هكاك منفخ وشباب من الداخل. خلوه يتخمر يطلع مليح مليح معاكم، ما يشد لكمش هنا الوقت الصيف، يعني حوالي ربع ساعه يكون طلع. وسخنوا الفور تاعكم على 180. حطوا الخبز تاعكم في الرف العلوي اذا كانت الكوشه سخونه، واذا كانت الكوشه عادي حطوه في الرف الوسط، خلوه يطيب في غرضو. نقصوا الحراره ديروها 160 درجه وخلوه يطيب، ومن بعد زيدوا شعلوا له من الفوق يتحمر معاكم. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، ما يجيش كامل معجن، يجي خفيف. علاش؟ باسكو الخبز في الاول درناه طري، درناه مطلوق. هاي لك النتيجه قدامكم، جات ما شاء الله. نتمنى كامل تجربوا الوصفه، وما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم،
وتضغطوا على زر الجرس إن شاء الله باش يلحقكم كامل جديد، ودعموني بالجام. ربي يحفظكم، ونتمنى إن شاء الله كامل تنجحوا في هذا الوصفة. نتلاقوا في الفيديو القادم إن شاء